عليكم مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات رمضان. عارف ان جسمك في رمضان بيدخل عملية اعادة ضبط مصنع وانت مش دريان؟ من اول ما اذان الفجر بيأذن بتبدأ رحلة مسهلة داخل جسمك. تعالوا نعرف جسمنا بيعمل ايه وهو صايم. في اول 6 ساعات الموضوع بسيط جدا، جسمك لسه شغال ببنزين وجبة السحور، الجلوكوز اللي في دمك هو اللي سايق، ومخك لسه في حالة استقرار ومزاجه تمام. وبعد كده المخ بيبدأ يسأل هو مفيش طاقة جديدة جاية؟ هنا بيتدخل البطل الخفي الكبد، بيبدأ يكسر مخزون الجلوكوجين ويحوله لجلوكوز عشان يحافظ على مستوى السكر ثابت في الدم، ويفضل مخك شغال ومنور طول اليوم. اللحظة السحرية بتبدأ بعد 12 ساعة من صيامك، وهنا المفاجأة إن الدهون القديمة المتخزنة تبدأ تتحرق تدريجيا. ومش بس كده، بتبدأ عملية اسمها الالتهام الذاتي، بيبدأ ينظف نفسه، بياكل الخلايا التالفة والسموم وبيعيد تدويرها من تاني. دي عملية عبقرية خلت عالم ياباني ياخد جايزة نوبل بعد اكتشافها. كمان هرمون الأنسولين بياخد هدنة، وحساسية خلاياك الإيد بتبتدي تتحسن جدا. فرصة ذهبية خصوصا لمرضى السكر من النوع التاني انهم يحسنوا حالة جسمهم الصحية. بس خلي بالك، كل الصيانة دي ممكن تبوظ لو فطرت على قنبلة مقليات وسكريات. الصيام مش حرمان، الصيام صيانة لشبابك ولصحتك، فساعد جسمك يكمل الرحلة صح. واكتبوا في التعليقات بتحسوا بفرق في طاقتكم من بعد كام ساعة صيام. صوما مقبولا وافطارا شهيا، رمضان كريم.